الجنيه المصري يرتفع بقوة أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 46 جنيه و88 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. أهلا بكم في قناتكم لمتابعة أسعار الدولار والعملات لحظة بلحظة. بنقدم لكم آخر التحديث من البنوك المصرية بشكل مبسط وسريع. سعر الدولار حافظ على استقراره قدام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم، ومفيش أي تغيرات ملحوظة في أغلب البنوك المصرية، فروق بسيطة فقط. في البنك المركزي المصري سجل الدولار 46 جنيه و88 قرش للشراء، 47 جنيه و2 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي المصري سجل الدولار 46 جنيه و91 قرش للشراء، 47 جنيه و1 قرش للبيع. أما في البنك التجاري الدولي CIB فسجل الدولار 46 جنيه و90 قرش للشراء، 47 جنيه فقط. أما في بنك الإسكندرية فسجل الدولار 46 جنيه و92 قرش للشراء، 47 جنيه و2 قرش للبيع. وفي بنك مصر برضو الدولار كان مستقر عند مستوى 46 جنيه و91 قرش للشراء، 47 جنيه و3 قروش للبيع. لو حابين تتابعوا أسعار الدولار والعملات أول بأول ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتنا. سلام.